يا نهار سويس، يا نهار سويس. هو تتزحلقها صار. Herzlich willkommen bei minus 10 Grad. ماينس 10 يا جدعان. بصوا الارض، منظر العربيات. Es wird noch schlimmer. ولسه اللي جاي اسوء على كلام صار. Am Wochenende minus 13, minus 14. Oha. درجة الحرارة توصل ماينس 13 و14. سيارتك العظيمة سارة بتأمن نفسها يا جدعان. بصوا عاش. تميز بقى يا جماعة فصل الشتاء في ألمانيا بثلاث حاجات. يا ترى بقى ايه هما؟ على فكرة يا جماعة أنا بسألكم، أنا ما أعرفش أي مميزات للشتاء في ألمانيا، ده سؤال مني ليكم. يا ريت حضراتكم اللي يعرف مميزات الشتاء في ألمانيا اكتب لي في الكومنتات. ونهاركم أبيض مشمس مشرق. تضحكي ليه يا سارة؟ بصوا يا جماعة، هو بس يكون في كاميرات هنا بتصور. بصوا حاطين هنا زي عاملين زي باب صناعي زنينه بكرتونة وشغل يعني حلمنجيشة خالص. اضحكي يا سارة اضحكي. قلت لها تعالى روق عليك يا سارة، والظاهر كده الموضوع قلب معانا بالعكس. لا أعلم ماذا أقول. Minus 10 Grad. Ich glaube, hier drin ist kälter als draußen. إنها تقول لكم الجو هنا أسقع من بره. ساقعة ساقعة ساقعة. Wann habt ihr Sarah letztes Mal so eine Wetter gehabt؟ بسأل سارة يا جماعة امتى آخر مرة الطقس كان عندكم كده؟ Vor ein paar Jahren bestimmt. فوق ال 10 سنين، تقريبا فوق ال 14 سنة كمان. Es ist jedes Jahr kalt, aber كل سنة الجو ساقع، ولكن السنة دي اكستريم ساقعة. extrem. سيبنا بقى من كل ده. لكم أن تتخيلوا يا جماعة، لكم أن تتخيلوا إن النور يقطع في ألمانيا لا أيام و25,000 أسرة تتضرر من الموضوع، والموضوع ده ما حصلش من الحرب العالمية. انتوا واخدين بالكم ألمانيا رايحة على فين؟ ها؟ لا وبعدين دول هنا يا جماعة لما النور بيقطع أو يحصل أي مشكلة، لو أنت مسيطر هترفع سماعة التليفون على أي حد من معارفك هيخلص لك الدنيا. هنا يا باشا بيروقراطية وورق، واستنى الموظف، أصل الموظف عنده معرفش إيه، لما يبقى يرجع ويروح الموظف إيه ده؟ لا ممكن كابل بشريط لحام يتلم يعني. يقول لك لا ما رقعش الكابل، أنا هغير، اطلب لي كابل من الشركة بسرعة. يا عم ده عشان يجي من الشركة محتاج له أسبوع. ننتظر بس نعمل الشغل صح. هو صح بس انت ممكن تشغل مخك برضه. يا عم اديها شريط لحام ومشي الدنيا واطلب الكابل على ما يجي، يبقى قاطع النور يوم واحد على ما تغير الكابل. ما عندهمش بادئ يا جماعه، مش موجوده في القاموس. كوسان طيبين. واخدين بالكم؟ احساس يا جماعه انك تبقى عايش في فريزر لمده شهرين ثلاثه بقى على حسب ما الشتاء ده يخلص، احساس مش حلو. زي ما تكون بتتبستر من العربيه سخن لبره ساقع، من الساقع للسخن. قالك يا ساره اراكي سايلنت. ليه لابسه شال وقافله الجاكيت وانت في العربيه؟ في العربيه مش ساقعه. Doch ein bisschen. ساقعه شويه؟ Obwohl wir Heizung anhaben, aber es ist trotzdem ein bisschen kalt. انها تقول لكم بالرغم من ان الدفايه شغاله بس الجو ساقع. النصيحه اللي انا بقولها لكم دايما يا جماعه، في الطقس ده مفيش حاجه هتصونك غير كلثومك. ساره طلبت مني يا جماعه اخش اجيب يونس. بصوا هدقيها لكم، لا افتح الشباك والجو ساقع، هي بردانه اصلا. بصوا هي اصلا بردانه. ماشي الجمد ها ماشي. المهم يا جماعه قالت لي خش هات يونس بدري عشان انا موعده ان هي تجيبه بدري من المدرسه، فانا داخل اجيبه يا جماعه. افتح يا برنس، افتح واطلع يا برنس. فين دلوقتي فين؟ انت دلوقتي عايز تروح فين؟ في الجو الساقع ده والتلج اللي على الارض ده، قول لي. عايز تروح تلعب. عايز تروح تلعب في الجو ده؟ يا عم اركب العربيه وروح يا عم، الجو ساقع. هو ايه يا جدع انت؟ هو ده طقس الواحد يلعب فيه؟ تعالى يا عم لف. هات الشنطه دي، افتح هنا، هات شنطتك حطها هنا، اقفل، افتح، اركب، اقعد. مش لازم تلبس الحزام يا ولد. يا لهوي. Magst du keinen Schneeschliff? يا يونس يا ابني. Yalla, zieh dir mal was Warmes an und yalla, Sherif. سارة يا جماعة ويونس بيقولوا تعالوا نلبس العدة ونتزلق على الجليد. والله العظيم الأسفلت مش باين، مش من التلج. ركزوا كده على الأرض، تلج اللي على الأرض مش خفيف، ده هو اتجمد ولزق. يعني انت لو مش واخد بالك وانت ماشي هترقص ديسكو في مكانك. انا عايز اقول لكم والله العظيم شفت امبارح عيني راجل ألماني بياخد هدر طم وراح نزل على ظهره، بس الحمد لله ما نزلش على دماغه. انا عايز اقول لكم انا حاسس ان في الطقس ده الالمان ممكن يقول لك لو سمحت ما تمشيش في الشارع من غير خوذه. يا عم انت مجنون وانا راكب؟ لا ما هو انت راكب التلج.
يعني انت يوم ما هتقع على دماغك هتبوظ. Der Boden ist voll mit Eis gefroren und eben hat das Auto die Reifen drehen. Die Autos, die Reifen können nicht auf dem Boden. عشان كده مهم قوي في الشتاء يبقى عندك كاوتش شتوي. صح يا ساره؟ يونس يا جماعه بيسالني بيقول لي يا بابا محتاج فرن للشغل، في فرن مرمي هناك اهو. يعني انت متخيل يا يونس يا ابني رفطاسي زي ده؟ So lieb, dass er nachfragt. Dankeschön, Jonas. استنى يا ساره، الفرن ده ممكن يكون فيه بليش، اروح اشوف اذا كان فيه بليش ولا لا. تعال معايا يا يونس، تعال معايا يالا. استنى بابا يالا، استنى يالا ابوك يالا، استنى انا جاي اساعدك. طب انت سالته هو شغال ولا لا؟ ما سالتهمش هم هو شغال ولا لا. بقول لك ايه، يلا اطلع بيهم اطلع بيهم. اقفل بقى، اقفل الفرن. ده في فران تانية يالا الحق. بقول لك ايه، روح لامك بقى عشان محدش يشوفك انت. روح لامك كده لحسن حد يقول لك ايه ده هاتهم. اهو يا جماعه الظاهر بينضفوا البيت ده، بيغيروه بيجددوا اللي فيه. يلا يونس هيقول لك هاتهم ناين جيت نشت. تعالى يا عم بدل ما حد يقول لك انت بتاخد ايه يا جرأة سيب. افتح ده عشان في واحد تاني. ماشي. بس دي مش حلوه. طب اقول لك على حاجه يا قد، بس ده صغير، دي مش هتيجي دي. لا صغيره يا عم اسمع كلام. هو الفرن اللي تحت ده يا يونس اللي ممكن يجي بالليل انا هاجي اشنب ماشي افتشه. تعالى نطلع نجرب ده فوق هيركب ولا لا. مامي وطي صوتك يا عم انت هتفضح امك. ده انت عيل فضيحه يالا، يا عيل فضيحه يا صح. انت فضيحه. عارف يعني ايه فضيحه؟ لا يعني بتفضح الدنيا. انا عايز اسالك سؤال يا ساره، امك بتقول لي انا هطلع روح انت هات يونس، هي ما تروحش تجيبك هي ليه؟ ساره واي du sagst mir hol mal Jonas ab ich gehe nach oben. يعني انت ليه مش انت اللي تروحي تجيبيه؟ مش الطقس ده بتاعكو والتلج ده بتاعكو؟ يلا يا عم انا بردان يا عم، تعالى نطلع. تعالى بقى نطلع نجربهم فوق بقى، مش عايزين دوشه بقى. تعالى يا يونس. عارف يا يونس لو ركبت هتبقى برنس. نطلع بقى يا جماعه نجرب نشوف هتركب ولا لا. معاك مفتاح اللي طالع بتجري انت ولا ماشي فاضي؟ ماشي فاضي. طب اطلع هتجربها انت ولا اجربها انا؟ استنى الارض والتلج يا جدعان. خش يا صاحبي يابا الشغل العالي نروق على العيال. قال لك وشك والميني بيتزا، وشك والميني بيتزا. اوعى وشك والميني بيتزا. Wow. اوعى سخنه خلي بالك اوعى. Oh, die sehen ja gut aus. Wow. خلي بالكوا سخن. Wow. اوعى العيش البلدي المفقع، العيش البلدي اللي بالرده. اول رغيف بلدي مفقع فيك يا جمهوريه المانيا. اهو رغيف عيش بيتي مفقع طري ومنفوخ اهو. شايفين لما بضغط عليه؟ شايفين الدخان اللي بيطلع؟ عيش بلدي من الاخر. ده يا جدعان منظره اهو قبل ما يخش الفرن، وده منظره بعد ما دخل الفرن. ركزوا معايا في التفاصيل اللي احنا بنحبها كلنا. بصوا هنا في ثقب اهو، لما ادوس شايفين الدخان اللي بيطلع عشان مفقع.